هحكي لكم تجربتي الشخصية مع اير فراير رافال بكل أمانة. هقول لكم الأول على مميزاتها وبعدين العيوب اللي واجهتني. رافال نزلت مقاس جديد وهو 7.5 لتر، وفيها مروحة التوزيع بتكون عبارة عن 1800 واط، وبيكون فيها حلتين، حلة فيها شبكة والحلة التانية اللي هي الكبيرة اللي ممكن تطبخ فيها وتعمل فيها زي رز ومكرونة. وإير فراير رافال بيكون فيها 12 برنامج تشغيل، وفيها خاصية حلوة وهي خاصية فك المجمدات زي الميكروويف بالظبط، وبيغنيكي عن الميكروويف. وبيجي معاها الهدية اللي انتي بتختاريها، سواء كبة أو هاند بلندر أو اللي هي الشعلة الكهربائية. وبيجي معاها كمان ورق زبدة وبخاخة زيت وورق الكب كيك وكمان كتاب الوصفات. والضمان بيكون عليها 5 سنين ضمان على الحلة الداخلية والخارجية، إنما الجهاز بيكون عليه ضمان 3 سنين. أما بالنسبة للهدية اللي أنا اخترتها مع الإير فراير، اخترت إن أنا آخد هاند بلندر، وبيكون معاه دورق طويل وحجمه كبير وشكله حلو جدا وقوي، وأنا جربته بصراحة. ودي باقي الهدايا اللي بتيجي مع الإير فراير: ورق الكب كيك، وكمان السبونج بتاع التنظيف، وده ورق الزبدة بيتحط في الإير فراير، ودي بخاخة الزيت اللي بتيجي معاها برضو. وآخر حاجة كتاب الوصفات، ودي بيبقى فيها وصفات كتيرة لأكلات متنوعة، وبيكون فيها الوصفة عشان تعملي فيها الأكلة وتطلع مظبوطة في الإير فراير. لو عايزين تعرفوا العيوب اللي واجهتني، اضغطوا على الرابط اللي تحت الفيديو وهقول لكم على كل المشاكل اللي واجهتني في إير فراير رافال.